السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسى لايك واشتراك تقديرا لمجهوداتنا. والآن سنرى مباراة ريال مدريد وفالنسيا والأخطاء المرتكبة لطاقم الحكم. من جديد، وبعد أن فتح الإعلام الخاص بريال مدريد أن على حكم اللقاء وحكم الفار في لقاء فالنسيا الذي كاد أن يذهب للخسارة، كشف من جديد في هذا اليوم بأن حكم الفار ألغى هدف صحيح لريال مدريد والذي سجله كيليان مبابي. حكم الفار عرض الصورة الغير الصحيحة لحكم الساحة، وهي الصورة التي تكتشف تمركز اللاعب بعد أن لمس بيلينغهام الكرة حينها فعليا كيليان امبابي في موقف تسلل، ولكن الوضع الصحيح هو أن يعرض الصورة عندما لمس جودة الكرة وليس بعد أن مرر الكرة. كذلك لم يبلغ الحكم بدخول لاعبي فالنسيا في منطقة العمليات أثناء تنفيذ ركلة جزاء، ولم يبلغ عن تقدم الحارس، ولم يعرض ضرب الحارس لفينيسيوس. كل تلك الكوارث تحدثت عنها قناة النادي قبل قليل. وجهت سؤال بسيط: لماذا لويس ميدينيا كان تاريخه عندما لغي الهدف ليفاندوفسكي خرج وبرر في كل وسائل الإعلام؟ عقب فضائح فالنسيا صمت لم يدل لي بأي تفسير حول الفضيحة. هذا ما تحدثت عنه قناة النادي قبل قليل.